السلام عليكم. يا رب الجميع يكون بخير. النهارده نعمل زي ما انتم شايفين مع بعض كده كفتة الرز الجميلة البيتي، اللي معمولة كلها في البيت، ما عملناش حاجة عند الجزار خالص. شايفين جمالها وشايفين لونها وشايفين تماسكها. الكفتة دي انا عاملاها بلحم كندوز عادي. هنبدأ في الأول. الرز طبعا أنا غسلته، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو غسلته كويس وفردته على فوطة وسبته لما نشف. بعدين هبتدي بقى أضربه في الفود بروسيسور أو أطحنه، يعني بمعنى أصح. الحقيقة أنا وأنا بطحنه طبعا الفود بروسيسور ما بتطحنش الطحن اللي احنا عاوزينه. وهنا في حاجه لكم يا بنات، ان انت لما تعملي الرز تطحنيه في البيت بيفرق تماما في الطعم وفي القوام الكفته عن ما تستخدمي رز مطحون. انا الحقيقه دايما بعمل كده، بس في مره كان عندي رز مطحون استخدمته، لا، فرق كتير قوي في الطعم. فانصحكم انكم تعملوا بالطريقه دي، الرز احسن. لان هو المفروض الرز ما يكونش زي الدقيق، المفروض يكون شويه محبب عشان تحس كده بطعم الكفته الجميله المصريه بتاعتنا. انا الحقيقه هنا اخدته عملته كمان في المطحنه بتاعه التوابل. يعني برضه عشان ما اطولش عليكم ما رضيتش ان انا اوريكم الجزء ده. المهم اتطحن ونخلته من المصفى اللي انتوا شفتوها دي، فنزل محبب رفيع قوي لكن مش دقيق. حطيت هنا اللحمه، انا عندي هنا نص كيلو، عملت عليهم كوبايتين الا ربع رز بالكوبايه بتاعت الشاي المج الازاز دي. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي. اهم حاجه في الكفته دي، الكفته او المصريه بتاعتنا دي بتحب قوي الكمون والكزبره. فانا حطيت كمون وكزبره وبابريكا وشويه كركم وشويه 7 بهارات صغيرين، يعني مش كتير. بعدين عندي هنا حزمه من بقدونس وحزمه كزبره وحزمه شبت. برضو الكفته بتحب الخضره الكتير، وكل الخضره اللي هي شبت بقدونس كزبره هي بتبقى جميله بكده. وعندي هنا بصلايه كبيره، وعندي 5 أو 6 فصوص توم كبار. هخلط بقى كله كويس مع بعضه، نخلطه كويس قوي مع بعضه عشان لما نيجي نضربه في الفود بروسيسور يبقى الخلطه